حقيقة الموت، ما هو الموت؟ حدثني. الموت أقرب غائب ننتظره، ومع ذلك فهو أبعد حقيقة عن قلوبنا وأذهاننا. لا إله إلا الله. أقرب غائب ننتظره وهو مع ذلك أبعد حقيقة عن قلوبنا وأذهاننا. كيف؟ قال الله جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. جاءت بالحق، والحق أن أموت والله حي لا يموت سبحانه. جاءت بالحق. نعم. والحق أن يكون قبري روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. نعم. جاءت بالحق. والحق أن أرى عند موت ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. ذلك ما كنت منه تحيد، أي ذلك ما كنت منه تهرب وتفر وتجري. نعم. تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض خوفا من الموت، وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع خوفا من الموت، وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ خوفا من الموت. ثم ماذا؟ أيها القوي الفتي، أيها الذكي العبقري، يا أيها الكبير ويا أيها الصغير، يا أيها الغني ويا أيها الفقير، كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذكور سينسى، وكل مذخور سيفنى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. الله أكبر، الله أكبر. كأس شربه الأنبياء والمرسلون والعصاة والطائعون والحكام والمحكومون. قاعدة: كل شيء هالك إلا وجهه. سبحانه سبحانه. كل شيء هالك إلا وجهه. هذه الحقيقة التي أمرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن نكثر من ذكرها، لأننا نعيش عالما طغت فيه الماديات والشهوات، سليم. وتراكمت فيه الذنوب على الذنوب، وقل فيه الخوف من علام الغيوب. وربما ترى الناس يحملون الموت على أعناقهم في جنازة من الجنائز، ومع ذلك فهم يتكلمون في أمور الدنيا، بل ومنهم من يقع في الغيبة والنميمة. صحيح. وهم في طريقهم إلى المقبرة يحملون الموت على أعناقهم. فنحن في حاجة إلى أن نمتثل وصية رسول الله: أكثروا ذكر هادم اللذات. أكثروا. الآن حينما يذكر أحدنا الموت يقول بعد الشر. غير الموضوع، غير السيرة، شوف لك موضوع ثاني. أنا لا أنكر أننا جميعا نكره الموت، وأنا أكره الموت. لا أدعي أنني يعني أورع من أم المؤمنين عائشة. كره الموت لا حرج فيه؟ لا حرج فيه، لأنه فطرة. فلقد روى البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة رضي الله عنها: أكراهية الموت يا رسول الله؟ فكلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك يا عائشة، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بسخط الله وعذابه كره لقاء الله فكره الله لقاءه. لا إله إلا الله. فالموت حقيقة. لكن هل لأن احنا يعني خربنا دنيانا وعمرنا أخرانا، أم العكس نكره الموت لأننا خربنا الآخرة وعمرنا الدنيا؟ هكذا قال عالم زاهد معلق بالآخرة يقال له أبو حازم، حين سأله سليمان بن عبد الملك. نعم. وقال له: يا أبا حازم، ما لنا نكره الموت؟ جيد، سؤال طيب طبيعي. نعم. فقال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. سلم يا رب. جواب بديع جدا. قال: فما لنا عند الله جل وعلا؟ قال: اعرض نفسك على كتاب الله جل وعلا لترى ما لك عنده. قال: وأين أجد ذلك في كتاب الله؟ قال: عند قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال: وأين رحمة الله يا أبا حازم؟ قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. قال: فكيف القدوم عليه غدا؟ قال: أما المحسن فكالغائب يرجع إلى أهله، وأما المذنب فكالعبد الآبق يرجع إلى سيده ومولاه. لا إله إلا الله. ولذلك لقي الفضيل بن عياض رجلا. نعم. فسأله الفضيل عن عمره، فقال الرجل 60 سنة. قال الفضيل: إذن أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله، أوشكت أن تصل. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: هل تعرف معناها؟ قال: نعم.
معناها أني لله عبد وأني إليه راجع. قال يا أخي فمن عرف أنه لله عبد عرف أنه موقوف بين يديه، ومن عرف أنه موقوف بين يديه عرف أنه مسؤول، ومن عرف أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. وليكن صوابا. وليكن صوابا. صوابا. فقال الرجل وما الحيلة؟ قال الفضيل يسيرة يسيرة. قال ما هي يرحمك الله؟ قال اتق الله فيما بقي من عمرك يغفر الله لك ما قد مضى وما بقي من عمرك. هذا وارد يقينا وقد أصلنا. لا إله إلا الله. اتق الله فيما بقي من عمرك. ما سيرد من عمري، لأنك لو تبت إلى الله جل وعلا قبل أن تغرغر سعدت في دنياك وأخراك.